السلام عليكم. النهاردة بقى جاية لكم بحاجة كده خفيفة لذيذة. يعني نقدر نقول عليها سناك. هنعمل مع بعض البطاطس المقرمشة بالفرن. مش هنعملها محمرة ولا شوربة زيت ولا حاجة خالص. هتطلع معانا من بره مقرمشة ومن جوه طرية وجميلة جدا. شايفين جمالها شكله ايه؟ انا عايزة بس اوريكم واسمعكم صوت القرمشة بتاعها. تعالوا كده مع بعض شوفوا قرمشتها شكلها ايه. شايفين الجمال بقى؟ مش عايزة اقول لكم تتبيلتها خطيرة، هتعجبكم جدا. تتبيلة فوق الجمال. شايفين طرية من جوه ازاي؟ تعالوا كده بقى حبايب قلبي نشوفوا طريقتنا السهلة البسيطة ديت، ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. اول حاجة هعمل الخلطة بتاعتي اللي هتخلي طعم البطاطس ده ملهوش حل. معايا كده ربع كوباية من زيت الزيتون، عليها معلقة كبيرة من الثوم المفروم والملح والزعتر والبابريكا، توم باودر، بصل باودر. هقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. عايزة فيها طعم مزازة ممكن تحطي عصرة ليمون، يعني ليمونة كده تعصريها، بتدي طعم جميل جدا. لو مش متوفر عندك زيت الزيتون ممكن تستبدليه بزيت عادي، وكمية التوابل بترجع لكمية البطاطس اللي انت هتعمليها. انا هنا كده معايا 4 بطاطسات حلوين كده وسط، غسلتهم كويس جدا، يعني بالقشر بتاعهم هتقطعيهم. اهم حاجة تنزلي اي رملة او اي طينة فيه. تغسليها كويس جدا بفرشة، عندك فرشة الخضار هتغسليها كويس جدا. هقطعها بقى زي ما انتوا شايفين. هي الطريقة دي لازم تتعمل كده بقشرة البطاطس، ما بتتقشرش. حابه تقشريها مفيش مشكله، قشريها. شايفين سمك الصبع عندي مش عايزاه رفيع، انا عايزاه كده في الحجم ده. بقطع كل الكميه بالطريقه دي كده زي ما احنا شايفين. تقطيعتها سهله جدا، ما فيهاش حاجه. بتجيبي البطاطسايه نصين وبتبداي تعملها صوابع سميكه كده. هتنزلي بقى بالكميه بتاعتك كلها في الصينيه اللي هتدخل بيها الفرن زي ما احنا شايفين، وبفردها وبنزل عليها بقى بالتتبيله الجميله اللي انا عملتها. شايفين لون التتبيله شكله ايه؟ خلي بالكوا الزعتر والبابريكا. اولا البابريكا عطت لون حلو قوي للبطاطس بتاعتي، والزعتر هيدي ريحه رائعه للبطاطس في الفرن. بقلبها كده كويس وبخلطها. بكون بقى مشغله الفرن درجه حراره متوسطه، مش عايزاها عاليه قوي، عشان انا عايزه البطاطس مقرمشه معايا من بره وطريه من جوه. لو حابه تبقى معاكي يعني ناشفه شويه كمان من جوه، ممكن توطي الفرن خالص، يعني اقل من المتوسطه كمان. وهدخلها على الشبكة اللي في النص، وكل شوية هطلعها هقلبها كده بالمعلقة علشان كلها تتحمر وتاخد لون زي ما انتوا شايفين. انا مش عايزة اقول لكم بقى، اولا الريحة كانت في الفرن خطيرة، طعمها رائع. يعني هتقومي كل يوم تعمليها. يعني فعلا اللي هياكلها بالتتبيلة ديت يوميا هتحبي تعمليها وتاكليها جنب الاكل. صحية مغذية مفيدة والطعم، ومفيش أروع من كده. أنا عايزاكم بس تجربوا الجمال ده وتقولوا لي رأيكم إيه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.